يناير 2013، قرية صغيرة في محافظة سوهاج. بتوصل قوات كبيرة من الشرطة البيت من 3 أدوار. لما بيفتشوا الدور الأول، المشهد اللي بيلاقوه بيبقى غريب ومرعب. بيلاقوا أوضة فيها شمع أسود وحيوانات متحنطة، وورق مكتوب عليه أرقام وتعويذ موجود في كل مكان. بس اللي بيلاقوه هما بيفتشوا في أوضة تانية كانت مقفولة، مشهد أغرب بكتير. وهنا بتبدأ قضية من قضايا غريبة شوية. 1979 اتولد أحمد محروس في قرية في محافظة المنيا، وعاش في بيت بسيط أو تقدر تقول عليه أقل من المتواضع بشوية. ولأن أحمد كان ذكي وشاطر من وهو صغير، أهله صرفوا عليه في تعليمه لحد ما اتخرج من كلية تربية سنة 2001، واشتغل مدرس رياضيات في مدرسة حكومية في قرية صغيرة في محافظة سوهاج. في المدرسة الطلبة بتوعه كانوا بيحبوه عشان أسلوبه الهادي، والأهالي كانوا بيحترموه لأنه من القليلين اللي كملوا تعليمهم في القرية. دي كانت نظرتهم لأحمد. لكن أحمد كان ليه وجهة نظر مختلفة شوية. أحمد كان شايف الناس اللي حواليه نوعين: ناس مش متعلمين كويس وغلابة، وناس معاهم فلوس رغم إنهم ما يستحقوش ده. أحمد من صغره غير إنه كان ذكي ومنطوي، كمان كان بيحب القراية، وتحديداً كان بيحب القراية في الكتب اللي ليها علاقة بالسحر والجن. وأهله كانوا بيلاحظوا إنه بينعزل لوحده ساعات كتير في أوضته مع كتب غريبة، وكمان كانوا بيلاقوا ورق مكتوب عليه حروف وأرقام لكنهم ما كانوش فاهمين إيه ده. ناس كتير دلوقتي بقوا عارفين ومتأكدين إن الدجالين والمشعوذين دول مجرد نصابين، إلا إن برضه لسه في ناس بتصدق. بعد سنة من شغله اتجوز وعاش في نفس المكان في بيت أقل من المتواضع، ومع ذلك استمر في شغله العادي كمدرس لمدة 3 سنين. وفي خلال ال3 سنين دول اتشهر وسط الناس بقراية الكف والطالع، وبدأ يجيله ناس كتير من كل مكان يترجوه يحل لهم مشاكلهم. وفي سنة 2006 بدأ المدرس البسيط اللي كان من صغره مشدود ناحية كتب السحر والجن يلاقي ناس كتير بتجيله من كل مكان مستعدين يدفعوا أي مبالغ يطلبها عشان يعمل لهم أعمال أو يكتب لهم تعويذ ينفذ لهم بيها طلباتهم. اللي نفسها تخلف واللي اتسرق منه حاجة عايز يرجعها. لكنه موقفش لحد هنا، كان بيجيله ناس عشان يعمل أعمال تصيب حد بالمرض أو تأذيه بشكل مباشر. وما كانش صعب على حد في ذكائه إنه يقدر يوهمهم إنه فعلا ساحر متمكن. وهنا بياخد أحمد محروس قرار هيغير حياته، بيسيب مهنة التدريس وبيشتغل كساحر فول تايم. شكله البسيط وشخصيته الهادية اتحولوا لشخص مخيف فعلا، في كلامه، في تصرفاته، في طريقته مع الناس. حتى في المكان اللي كان بيقابلهم فيه كان مكان مرعب، كان مليان شمع وحيوانات متحنطة وكتابات ورسوم على الحيطان بالدم وورق مكتوب فيه تعويذ في كل مكان. ومن بيت متواضع من أوضتين لبيت كبير من 3 أدوار، منهم أول دور مخصصه لشغله، والدورين التانيين مقعد فيهم أهله اللي ما كانوش راضيين عن اللي بيعمله لكنهم ما كانوش يقدروا يعرضوه. وده لأنه كان معروف عنه إنه بيقدر يأذي أي حد والكل كان بيخاف منه. وفي 2010 أحمد بيختار نوع معين من السحر وبيتخصص فيه، وهو رد المسروقات. لو اتسرق منك حاجة بتروح له، وهو بيقدر يعرف مين اللي سرقها وبيقدر كمان يعرف مكانها. والغريب إن كلامه كان دايما بيطلع صح، وكان بيقول للناس إن خدام الجن اللي مسخرهم هم اللي بيساعدوه إنه يلاقي الحاجات اللي اتسرقت منهم. بس كان بيقول لهم كمان إن الخدام دول بيحبوا الذهب جدا، وده خلاه يجمع ثروة كبيرة شوية. اتشهر بره القرية وبدأ يجيله ناس من قرى ومدن كتير ومن كل الطبقات، ومنهم أمال، سيدة في الأربعينات، كانت من عيلة غنية عندهم أملاك وأراضي، وكمان كانوا بيتاجروا في المواشي. كانت متعودة تروح له من فترة للتانية عشان يعمل لها أعمال أو جلسات تحضير للخدام بتوعه وينفذ لها طلباتها. وعشان يعمل ده كان بيطلب منها إنها تجيب شوية حاجات، منها طلبات كان ممكن تجيبها من العطار، وأحيانا كان بيطلب منها إنها تجيب له ذهب. وفعلا كان بينجح في إنه ينفذ لها طلباتها. وفي بداية 2013 بيتسرق منها شوية من المواشي اللي كانوا موجودين في مزارعهم، ولأنها تعتبر راس مالهم وتجارة عيلتها فبتروح لأحمد عشان يرجع لها اللي اتسرق. يومها أحمد بيعمل لها جلسة لتحضير الجن اللي المفروض إنه يسخرهم، وطبعا بيطلب منها ذهب. الجلسة بتستمر لساعات طويلة، وبعدها ولأول مرة الساحر المتمكن بيفشل إنه ينفذ طلباتها. وقتها بيقول لها إن السبب في ده إن السرقة نفسها تمت بالسحر، وطبعا عشان يرجع اللي اتسرق محتاج خدام أقوى، وأكيد محتاجين ذهب أكتر. وبتمشي من عنده من غير ما تعرف أي حاجة. بس بعدها بيومين السرقة بتتكرر تاني، فبتروح له بسرعة عشان يلحقها، والمرة دي بيطلب كمية ذهب أكبر بكتير. من خوفها بترجع بيتها وتاخد ذهبها وذهب عيلتها وتروح له تقريبا وقت المغرب. وجلسة التحضير المرة دي مش بس طولت، الست ما ظهرتش لحد نص الليل،
وده طبعا خلى جوزها وأهلها يقلقوا، خاصة مع اختفاء الذهب. حماها كان تاجر كبير ومعروف في البلد، نزل يسأل ويدور عليها لحد ما عرف إنها في اليوم ده كانت رايحة ناحية بيت الساحر أحمد محروس. وفعلا راح لأحمد وسأله عليها، وأحمد رد عليه إنها جات له وكان عندها طلب نفذه ومشت، وما يعرفش عنها أي حاجة بعد ما مشت. وبعد مرور 24 ساعة أهلها بلغوا الشرطة اللي اتحركوا على طول على بيت أحمد، وده لأنه آخر مكان هي كانت موجودة فيه، ولأن كل الشواهد بتقول إن هو المشتبه فيه. وصلوا البيت وكان معاهم إذن تفتيش، بس لما وصلوا أحمد ما كانش موجود. سألوا مراته وقالت إن هي ما تعرفش تحركاته وإنه ما بيقولهاش هو بيروح فين. لما فتشوا البيت لقوا كتب السحر اللي كان بيستخدمها، ولقوا شمع أسود وحيوانات متحنطة وتعاويذ وكلام مكتوب على ورق مترمي في كل مكان. ولقوا في البيت كمان أوضة كانت مقفولة، لما فتحوها لقوا جواها شوية عفش قديم، بس ورا العفش ده كان في برميل مقفول بصبة خرسانة شكلها لسه ما نشفش، وتحت البرميل كان في دم بدأ يتسرب. ولما كسروا الأسمنت اتفاجئوا بجثة أمال جوه البرميل، وكان في جرح كبير في بطنها واضح انه سبب الوفاة. وفورا فريق كبير من الشرطة بدأوا عملية البحث عن أحمد لحد ما وصلوا له. ولما وجوه جثة أمال أنكر انه يعرف أي حاجة عنها، وقال ساعتها ان الدور الأول من بيته ده مفتوح لكل الناس اللي بتيجي تزوره، وسهل قوي ان أي حد يدخل أو يخرج. لكنهم لما استمروا في التفتيش وصلوا لكمية كبيرة من الذهب، ومنها الذهب اللي كان مع أمال. وهنا أحمد محروس الساحر المتمكن ما لقاش حد من الخدم بتوعه عشان يلحقه، واعترف بجريمته. وفي التحقيقات اعترف انه كان مشغل ناس كتير من اهل القرية يجمعوا له معلومات عن الناس ويعرفوا اخبارهم، ومنهم كمان حرامية كانوا هم المسؤولين عن السرقات اللي كان بيحلها. كانوا بيسرقوا الحاجة ويحطوها في المكان اللي بيقول لهم عليه. وبنهاية التحقيقات اتحول على طول للمحاكمة، وفي 28 فبراير 2013 اتحكم عليه بالإعدام. اتعدم بعد ما اتكشف على حقيقته، واتعرف ان قوته وسحره كانوا مجرد شوية نصب، بس ذكي شوية. بس كده، ودي كانت قضيتنا النهاردة، واستنونا في قضية جديدة من قضايا غريبة شوية.